في كل جيل بيظهر مهاجم مختلف، مش بس علشان بيسجل، لا ده بيكسر ارقام ويصنع تاريخ لنفسه. والراجل ده كان واحد من اخطر المهاجمين اللي انجبتها مصر، والمهاجم ده البلدوزر عمرو زكي. في البداية نصلي على النبي محمد، وما تنساش تعمل سبسكرايب للقناة، فعل زر الجرس علشان ده بيشجعنا اكمل. ويلا بينا. قصتنا بتبدأ من طفل بيجري ورا الكورة في شوارع المنصورة لحد ما بقى لاعب هز الدوري الانجليزي بالكامل، والصحف الانجليزية اتكلمت عنه. دي قصة لاعب صعد بسرعة الصاروخ ووقع برضه بسرعة ما تتخيلهاش، بس ظل في ذاكرة الناس لانه كان بيلعب بروح ورجولة مش بتتكرر. اتولد عمرو زكي يوم 1 ابريل 1983، طفل موهوب وكان باين عليه القوة الجسدية من وهو لسه صغير، واي حد يشوفه في بلدهم وهو بيلعب كورة يقول ده هيبقى لاعب جامد. وحقهم الصراحة مدفع في تسجيل الاهداف علشان يبدأ مشواره الكروي من قلب المدينة، وهو ناشئين المنصورة سنة 2000. ومن اول لمسة المدربين عرفوا ان ده مش لاعب عادي، ده محارب تهديفي، مهاجم ما يعرفش معنى تضييع الكورة، بيلعب برجولة من اول دقيقة لاخر ثانية، علشان بعدها يطلع للفريق الاول في 2001. والناس ابتدت تسمع عن المهاجم المرعب، مهاجم يلعب في الهوا زي الارض، يخش على المدافع كأنه طالع يكسر جبل. سنتين في المنصورة كانت كفاية جدا علشان عينه تعلى على فرق كبيرة، وبعد ما قدم اداء ولا اروع انبي خطفه. انبي كان مشروع فريق كبير، وعمرو كان جزء من المشروع ده. في 2003 واللي هو موسمه الاول كان لسه صغير، لكن كان باين عليه انه مهاجم تقيل. وفي 2004 2005 هنا حصل الانفجار لعمرو زكي، بقى هداف وقدر يسجل معاهم 27 هدف من 64 مشاركة. وده اللي يشوفه يقول ده هيمشي من مصر قريب. والمعجزة كانت في 2005 حصوله مع نادي انبي على كاس مصر، واللي بالمناسبة كانت أول بطولة للقب مع نادي انبي في تاريخه، وعمرو من أهم أبطال الفوز بالبطولة دي. بعد البطولة الزمالك والأهلي بدأوا الحرب عليه لتوقيعه، والبلدوزر اختار الملكي مدرسة الفن والهندسة. راح الزمالك في بداية موسم 2006، من أول ماتش الجمهور حبه، لعب برجولة وقتالية وروح، ما يعرفش يجري نص جارية، كل هجمة على أعلى سرعة. في الزمالك أرقامه كانت مرعبة، 88 مباراة سجل 35 هدف في زمن الفريق كان لسه بيدور على نفسه. عمرو كان دايما واقف ومساند للفريق، مرة هدف بالرأس، مرة هدف في المقص، وهدف بتسديدة صاروخية. وهو مش مهاجم فني بالكامل، لكن في القوة، في الشراسة، وفي الالتحام مفيش زيه. وبعد موسمين ولا أروع مع الزمالك وحقق معاه لقب كاس مصر، واللي بالمناسبة كان ضد فريقه السابق انبي، وأحرز هدف الحسم في الدقيقة 80، علشان بعدها أوروبا فتحت الباب للمهاجم الشرس. وفي صيف 2008 ويجن الإنجليزي طلب استعارة عمرو زكي، وبالفعل وافق وسافر عمرو. وما طلعش لاعب عادي، ورغم صعوبة التأقلم واللعب تحت ضغط شرس يطلع مرة واحدة يقود الدوري الإنجليزي. بجد يقود الدوري الإنجليزي، أول 10 جولات يسجل فيهم 7 أهداف، وبقى في صدارة هداف البريمير ليج. الصحافة الإنجليزية اتجننت، وصفحة سكاي سبورتس كتبت زكي از انستوبيبل، واللي معناها زكي لا يمكن إيقافه. البلدوزر مش بيقف علشان يجي بعدها المباراة المنتظرة اللي هتلفت انتباه كل جمهور الدوري الانجليزي. اللاعب المصري عمرو زكي بيلعب ضد ليفربول على ملعب الانفيلد، ليفر وسط جمهوره، بيلعب فريق مغمور اقل حاجة يكسبه 5-0. تبدأ المباراة ويلاقي نفسه خسران 2-1، واللي سجل هدف التقدم كان عمرو زكي. قدم اداء ولا اروع من مراوغات وتسديدات، وعمل رعب لمدافعين الليفر. بدأت الاندية الكبيرة تبص عليه. ونروح كده ونمر بسرعة على رحلته مع منتخب مصر. بداية عمرو زكي مع المنتخب كانت بداية ملهاش زي، بداية محدش ينساها. وظهوره اللي كان قدام اكتر من 60 ألف متفرج في استاد القاهرة ما كانش مجرد مشاركة، دي كانت لحظة ميلاد نجم حقيقي. وبعد سنتين من ظهوره الاول مع الفراعنة رجع واثبت نفسه تاني، لكن المرة دي الظروف كانت اصعب بكتير. نصف نهائي افريقيا 2006، البطولة اللي كانت غايبة عن مصر بقالها 8 سنين، والمباراة كانت على استاد القاهرة ضد السنغال، والنتيجة التعادل والضغط نار على اللعيبة. علشان وقتها حسن شحاتة اخد قرار جريء، وطلع واحد من ابرز نجوم المنتخب وقتها، ميدو، اللي قرر وعمل
خناقة بينه وبين حسن شحاتة وقدام الملايين من المشاهدين، وميدو رفضت التغيير وتعاقب وتوقف عن النهائي. ووسط كل ده عمرو زكي دخل الملعب في ظروف اي لاعب تاني كان ممكن يضيع فيها، يتهز او يفقد تركيزه او حتى ما يعرفش يعمل ابسط حاجة زي التمرير، لكن مش عمرو زكي اللي يتراجع، ده دخل راجل وشال المسؤولية من أول لمسة وجاب هدف برأسية ذهبية في اللحظات الأخيرة، الجون اللي صعد مصر للنهائي اللي كلنا كنا مستنيينه. ومصر بعدها توجت ببطولة أفريقيا في القاهرة، ومع ذلك ما كفناش وقررنا الإنجاز تاني في 2008، وساعتها كان عمرو زكي في الفورمة وقدم مستوى مرعب ودخل البطولة ب4 أهداف، وكان من اهمهم هدفه الشهير في كوت ديفوار في نصف النهائي. بس للاسف اللعنه بدات بدري قوي، كانت كفيلة انها تنهي مسيرة لاعب شرس، وفي نص الموسم تأخر في الرجوع بعد ما بيخلص مع المنتخب، فده عمل مشاكل مع الإدارة ومع المدرب وما بقاش فيه تفاهم بينهم. وغير كده كمان الإصابات بقت كتير قوي وما بقاش بيلعب بنفس الروح اللي كانت في النصف الموسم الأول. والمدرب ستيف بروس قالك عمرو لاعب عظيم لكن مش ملتزم بالشكل اللي لازم يمشي بيه أي محترف، وكانت دي أقوى ضربة لمسيرته علشان بعدها ينهي مسيرته في الدوري الإنجليزي ويتقطع الإعارة ويرجع تاني للزمالك في 2009 ويفضل معاهم لحد 2012. بس رجع متعب مليان إصابات وسرعته قلت وجسمه بقى بيتأثر بسرعة بسبب كثرة الإصابات. كان بيحاول يرجع بس الدوري وقتها كان صعب والانتظام كان اصعب. البلدوزر ما كانش زي ما كان، لكن مكانته في الزمالك ما تأثرتش علشان بعدها يجيله فرصة احتراف تاني في موسم 2010. راح اعارة لهالا سيتي الانجليزي، لكن التجربة كانت قصيرة جدا، مشاركة قليلة واصابات، ورجع مصر من تاني. دي كانت اشارة ان اوروبا خلاص قفلت عليه، وفي 2012 جاله فرصة تاني وسافر لتركيا في فريق اسمه بالتحديد معمورة العزيز. لعب شوية ماتشات واللي كانوا 8 مباريات بدون تسجيل، وبعدها الإصابة رجعته بدري. بعدها راح الكويت عشان يلعب لنادي السلمية وشارك معاهم في 9 مباريات فقط، سجل فيهم هدفين، وبرضه الإصابات لعبت لعبتها. كان واضح إن جسمه خلاص بيديله علامة وقف مش هتكمل، ولكن خد تجربة جديدة تانية مع فريق الرجاء المغربي وشارك في مباراتين فقط عشان يرجع بعدها تاني لمصر. وفي موقف صعب تلاقي لاعب بيعمله، ان تمن الصفقة كانت 400,000 دولار، بعدها نزل لمصر ارجعهم تاني لحساب نادي الرجاء، لانه ذكر انه ما ينفعش ياخد فلوس ما لعبش بيها وما قدمش حاجة تخليه ياخد الفلوس دي، وبعدها يرجع لمصر وينضم للمقاولون العرب علشان يقرر الاعتزال بعدها بكم مباراة. البلدوزر الحقيقي كان خلاص بعيد عن الصورة، وفي 2015 اعلن الاعتزال، وده لاسباب كتير منها اصابات مزمنة في الركبة والغضروف متدمره، والاطباء قالوا ان اللعب خطر عليه وقوته البدنية اللي هي اساس اللعبة بقت اقل بكتير. وزكي قال يا العب وانا جامد يا بلاش، واختار ان هو يعتذر وهو رافع راسه. عمرو زكي مش مجرد مهاجم، ده حالة وروح وبصمة. ولو وصلت معانا لنهاية الحلقة ما تنساش تعمل سبسكرايب للقناة وتفعل زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد، والسلام عليكم ورحمة الله.